عايز تعمل جنب ديكور في بيتك، في الاوضه، في الصاله، في اي مكان، تمام، بنفسك من غير ما تحتاج صنايعي، او انت لسه مثلا صنايعي يعني لسه مساعد، او لسه بتشتغل اول مره تعمل حاجه وعايز تتعلم الجنب ده. فالنهارده هنعمل ديكور بسيط جدا، وهو ديكور القطيفه. القطيفه انت بتشوفه في اماكن كتير، تمام، باشكال مختلفه، الوان مختلفه، وبصراحه هو من الديكورات اللي هي ظهرت من فتره بس لحد النهارده ثابت وجوده. واحده واحده كده مع بعض هقول لك ازاي تعمل جريل جنب اللطيفه، ابتداء من الخامات لحد الفينش ان شاء الله. خليك معايا. جنب قطيفه زي ده لسه تحت الانشاء، لسه شغالين فيه، تمام. اقول لك ايه الخامات المطلوبه بالنسبه له. اول حاجه هتجيب الجالون قطيفه، لو الجنب كبير هتجيب له جالون، تمام، يعني معدي ال7 متر هتجيب له جالون. ده من سكيب. المنتج ده كويس جدا، وجالون زي ده تقريبا داخل في حوالي 900 جنيه. لو قارنته بالمنتجات تانية هتلاقيه سعره زي ما قلت لك. لو قارنت مثلا المنتج ده، هو مش اعلان والله اكتر، بس انا عايز افيدك يعني، فده من الحاجات اللي هي كويسه جدا. برضو الكواليتي بتاعته كويسه جدا، وزائد كمان السعر بتاعه مناسب جدا. زي ما قلنا الجالون ده حوالي 950 جنيه متلون كمبيوتر، تمام. وكمان سعره مناسب جدا، عشان في غيره من شركه تانية نفس اللون كده كان عامل 2500 جنيه، فطبعا ده ممتاز جدا، تمام. ده جنب القطيفه زي ما احنا ابتدينا نشتغل فيه، تمام. لو هتلاحظ هتلاقي الجنب مسحوب بالسكين. طيب اعمل ايه بقى خطوه بخطوه؟ اول حاجه لازم يكون عندي ارضيه بمعنى انا هروح اقول للمركز التلوين انا عايز مثلا كيلو قطيفه، تمام، وهجيب معاه كيلو ارضيه. كيلو ارضيه ده بيكون بلاستيك موت في نفس الدرجه. طيب لو ما عايز توفر كيلو ارضيه، او مثلا حسيت ان القطيفه تكون معاك كتير زي دول كده، تمام. لو انا الجنب بتاعي ما كانش عندي الارضيه او ما جبتش الارضيه، تمام، بسكتين زي دول، وهبتدي ان انا اسحب الجنب سكه عادي جدا اهو باي شكل. طول العرض مش هتفرق. فرش عادية، تمام، دي عادية خالص اللي بنبتدي بيها، واللطيفة بتاعتك تاخد عادي. لازم تاخد بالك من الطريقة دي. هقطع اكسات كده اهي. انا بحاول بعملها بالبطيء عشان تاخد بالك، يعني كده وكده اكس. وشغال كده تعمل لك مثلا متر مربع، يعني هو متر مربع، وابدا اخش في المرحله الثانيه بالطريقه دي. وانت شغال يعني حاول على قد ما تقدر ان لو في مثلا في شباك جنبك، في باب مفتوح، حاول تكون الاوضه مقفوله، بحيث ان الهواء السريع ده او لو الهواء شديد ولا حاجه هينشف معاك اللطيفه. فاحنا عايزين تبقى يعني اطول فتره ممكنه عشان نقدر ناخد الخطوه اللي بعد كده، وهي مرحله اسمها الكوي. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي مرحله الكوي. هنيجي لحاجه اسمها الملك ده في منه مقاسات، في منه اشكال. لو انت مثلا جبت ملك صغير زي ده ب 30 40 جنيه هيمشي معاك والدنيا تبقى زي الفل. طيب لو محتاج مالك مثلا كبير، او في مالك كبير برضه زي الفل، هيبقى مرحله الكوي دي هي اللي بتدي التاثير بتاع اللطيفه، اللي هو اللامع والمطفي، او زي ما انت بتشوف الديكور. هتكوي بطريقه، هي حتى لو كويت باي طريقه او اشتغلت باي طريقه هتمشي كويس زي الفل، لكن الطريقه الصح بتاعتها اللي هي زي حرف 8 بالانجليزي، 8 رقم 8 او الانفينيتي.
بالطريقه دي، ما تضغطش جامد يعني هو ايه، زي ما انت شايف كده. هطلع بره الصوره عشان برضو الايفكت يبان، ابتدى يبان معاك بالشكل ده. عاجبك الوضع ده؟ تمام. يعني لو الشكل ده تمام زي الفل، خلاص نعمل ستوب على كده. في ناس بتعملها ضيقه، يعني العلامات اللي فيها دي بتضيق شويه اللمع والمطفي. احنا بس هنستنى دقيقتين تشد ونرجع نكويها كاويه تانيه، فهتضيق معانا الرسمه دي. بدل ما هي الرسمه الواسعه دي او الكاويه الواسعه دي، فهنخلي الكاويه على اضيق شويه. قلنا لو مش عاجبك التلطيشه الواسعه او الكاويه الواسعه دي ممكن تضيقها، ومش هتضيقها عشان خاطر ده كبير فبيعمل كبير، هو ده بيساعد، لكن تقدر تتحكم فيها برضه. عايز بنفس المالك ده هنضيق التلطيشه او الكاويه. لو لاحظت هتلاقي الكاويه نفسها بقت اضيق، ده بسبب ان انت صبرت عليها شويه لما ابتدت تشف او تنشف اسف، فالكاويه معاك بتتيت. باختصار هتمشي بالطريقه دي، هتوزع 3 متر مربع من تقريبا كده معدل متر مربع زي ده كده من القطيفه. كويس؟ تفرد المربع، عايز التلطيشه الواسعه او الكاويه الواسعه اللي انت شفتها هتفرد مباشره بعديها وتسيبها، تخش للمتر اللي بعده. ما بيحصل يعني ما تفتكرش ان في فاصل هيبان، مش هيبان اي حاجه في القطيفه. تمام؟ طيب عايزها تضيق شويه او تبقى قريبه من المنظر اللي انت شايفه ده، بعد تسيبها بس دقيقتين المتر اللي انت فردته ده وتكويه. اهم حاجه ما تستعجلش، اهم حاجه اللي بيعمل قطيفه ما يستعجلش، الحاجات دي عشان تستعجل عليها ممكن تبوظ منك. طيب شويه حقائق كده تعرفها عن القطيفه. متوسط فرد الكيلو القطيف عامل ايه؟ انت دلوقتي عايز تعرف انت عندك جنب حيطه، فعايز تعرف والله الحيطه دي هتتكلف قد ايه، فاحنا بتقول متوسط معدل فرد المتر. في القطيفه هي بتختلف من منتج للتاني، في حاجات شعبي، في حاجات سوبر عاليه جدا، لكن منتج زي اللي احنا شفناه ده زي ما قلت لك اللي هو بريق بتاع سكيب، متوسط فرد المتر بتاعه تقريبا من 6 متر 7 متر، ده للتر الواحد. بس نصيحه لو الجنب بتاعك عدى ال 7 متر، هو الصنايعي يعرف يلمها، بس انت عايز تخدم الشغل بتاعك مظبوط. متوسط المتر بتاعك ده القطيفه اسف لازم تجيب بزياده شويه. يعني لو انا عندي جنبي 7 متر، هو ممكن الكيلو لو مع صنايعي يجيبها، بس الصنايعي بقى هيعمل ارضيه هيعرف يلم الموضوع، فانت عندك جنب عدى ال 7 متر هات له 2 كيلو 7 متر مربع. كويس؟ هتعرف تكوي وتفرد وتظبط نفسك، والجنب هيطلع زي ما انت عايز. الصنايعي ايده بتختلف شويه، فالاحسن ان القطيفه من فوق ال 5 متر هبتدي اجيب 2 كيلو، 5 متر مربع من فوق ال 5 متر هبدا اجيب 2 كيلو، وهكذا. امشيها بمعدل كل 5 متر مربع عايزين كيلو. طيب حاجه ثانيه بقى مهمه، القطيفه ما بتتغسلش للاسف، سواء سكيب سواء جوتن جي ال سي، معظم القطيفه ما بتتغسلش لان هي بتدي الايفكت بتاعها بيتمسح برضه عشان فيها ميتاليك وكلام من ده، فالاحسن ان القطيفه ما تتمسحش، ما يجيش عليها ميه. انت بتعمل جنب ديكور مش عامل الشقه كلها، فتحافظ على الجنب ده. كويس؟ في ناس بتقول لك لا والله ممكن ده مش ماي ومش عارف ايه، والحوار ده مش لطيف خالص، فانت خليك عارف ان القطيفه دي ما بتتمسحش، انه خلاص على كده. حاجه مهمه برضو، القطيفه ما تزودش فيها، يعني هي بتبقى جنب ديكور يعني بيبرز الجمال الشيء، او جنب اللي بيبرز جمال الحيطه اللي انت عايز تعملها، لكن ما ينفعش ان احنا نافور في الموضوع اكتر من كده.